Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rupert Pupkin. This boy is to be executed in 6 days. You must be very, very careful. No, please, God, help me. The baby! My baby! He's just a boy. Just a sweet little boy. طيب بما اننا في الوقت ده من السنة اللي في العادة بيبقى هادي ومفيش فيه افلام جديدة ولا قوية نتكلم عليها، فكرت ارجع ادور في قائمة مشاهداتي واختار مجموعة من الافلام اللي بحبها. الافلام دي حاولت انها تكون مش معروفة قوي وفي نفس الوقت مسلية وممتعة، ويعني مفيش خيط معين بيربطهم، ولو فيه فهي مجرد صدفة، والاهم انها من وجهة نظري افلام تستحق المشاهدة. فكالعادة الاول اهلا بيك، انا محمود. لايك وسبسكرايب في السريع ويلا بينا نبدأ فيديو النهارده. Good evening, ladies and gentlemen. ما عنديش ترتيب معين للافلام، بس يعني خلينا نبدا بفيلم بيجمع بين الغموض الممتع والدراما العميقه والمعقده. وقصدي بكلمه عميقه انه بيسيبك كمشاهد تتعامل على طول مدته مع كتير مواضيع اخلاقيه زي مفهوم العقاب والتسامح والعداله. الفيلم هو ديد مان ووكينج، انتاج سنه 95، واللي احداثه بتدور عن هيلين، راهبه بتلاقي نفسها في صحبه مجرم محكوم عليه بالاعدام اثناء ايامه الاخيره قبل تنفيذ الحكم. علشان تنشأ بينهم علاقه من نوع خاص بتحط كتير من معتقدات المجرم تحت البحث، وكمان بتأثر في بطولتنا. بحب قوي اوصف الفيلم ده بانه جريء، لانه واقع في اسر معضله ازاي تقدر تقول ان كل البشر بدون استثناء قادره انها تتغير حتى بعد ارتكابهم ابشع الجرائم، او على الاقل تستحق فرصه علشان تثبت انها قادره تتغير، بس في نفس الوقت من غير ما تقلل من بشاعه الجرائم اللي ارتكبوها. ازاي تقدر تصور مفاهيم زي التسامح والرحمه وانت محبوس في فقاعه ضخمه من الالم. ازاي تقدر تداعب المشاعر الانسانيه الموجوده جوه المتلقي بدون ما تقع في فخ من الكليشيهات والمشاعر المفتعله. وعايز اقول ان الفيلم بيعرف يعمل ده بشكل حيادي جدا، من خلال انه بيعرض قدامك صراعات كل شخصياته بدون استثناء، بين المجرم بتعقيد شخصيته، وبين عائلات الضحايا بتعاملهم مع مشاعر الغضب والحزن والظلم، وبين الراهبه اللي بتمثل المنظور الحيادي في قصتنا. وبعدين بيسيب لك انت كمشاهد بقى في النهايه القرار، بعد ما بيعرض المعضله كلها قدامك، انت عايز تتعامل مع وضع القاتل ده ازاي. بل وبيتعدى ده علشان يخليك تحس بضروره انه كلنا محتاجين نشتغل كتير على نفسنا بس علشان نوصل لصوره اكتر رحمه وتسامح وتفاهم. فيلم ديد مان ووكينج من الافلام اللي بحس انها مقياس لمدى التطور اللي بيطرأ على شخصيتي، لانه مع كل مشاهده ببدا اكون متعاطف ومتفهم اكتر لرسالته، بعد ما اتهمته في المشاهده الاولى بانه بيتحيز بشكل زايد لشخصيه المجرم. فيلمنا من اخراج توم روبنسون، الممثل صاحب الدور الايقوني في فيلم ذا شوشانك ريديمشن، واللي بيعرض قصته بشكل متزن وهادي ومثير جدا للاهتمام بدون لحظه ملل واحده لحد مشهد النهايه. ومن بطوله الجبار شون بين باداء صعب جدا ترفع عينك عنه طول الفيلم، بالاضافه لسوسان سراندن في دور الراهبه اللي قدمت اداء رائع استحقت عنه فوزها بالاوسكار. تقييمي للفيلم هو 8 من 10، واكيد يستحق جدا المشاهده. الفيلم رقم 2 ممكن اصنفه بانه رعب نفسي، مع انه فيلم دراما واقعي مش اكتر، بس فعلا هو واحد من التجارب المستفزه جدا اللي شفتها عموما، واحتاج وقت كبير على ما اقرر ان انا ازوره مره تانية. الفيلم هو We Need to Talk About Kevin، وده احداثه بتدور على مجموعه خطوط زمنيه متقاربه عن ايفا، الام اللي بتلاقي نفسها في مواجهه ابنها كيفن المضطرب نفسيا، او بمعنى اصح ممكن نقول انه مجرم بالفطره، واللي بياخد على عاتقه مهمه تحويل حياتها الجحيم، خصوصا لما بيوقع نفسه في مصيبه بتدمر حياتهم الاثنين. We Need to Talk About Kevin بالنسبة لي هو تجربة إخراجية متكاملة في المقام الأول قبل أي مميزات تانية ممكن أذكرها. قدرة لين رمزي على تجسيد معاناة الأم في تعاملها مع ابنها المضطرب ده بشكل مادي على الشاشة كانت أكتر من رائعة، وتعرف تحافظ طول الفيلم على القلق والتوتر والغضب والخوف في الأجواء بدون ما يختفوا لحظة، من خلال طبعا إنه إحنا مش بنشوف سرد خطي للأحداث، وإنما بننتقل بطريقة عشوائية بين فترات مختلفة في حياة بطلتنا. وده كمان عزز جدا فكرة الغموض اللي الفيلم فضل محافظ عليه لحد النهاية، في كشف ايه نوع المصيبة اللي كيفن عملها علشان يدمر حياته هو وامه بالشكل المخيف اللي بيبان لنا في اول الفيلم. والحلو انه على الرغم من كم الرعب اللي نجح الفيلم في تكوينه، الا انه ده مش هدفه الاساسي، وانما هدفه الاساسي كان دراسة جانب اكتر سوداوية وتعقيد من العلاقات الاسرية، مش بهدف ابراز مين الجاني ومين الضحية اكتر من توضيحه لصعوبة مفهوم التربية بشكل عام، والتركيز على التحديات اللي بتواجه الام اثناء الرحلة ديت في سبيل الوصول للذرية الصالحة زي ما بنقول. كتير قوي
بنشوف قصص لبشر بتحكي معاناتهم مع أهلهم، الفيلم ده بقى بيقرر يعمل قصة عن معاناة الأهل مع أطفالهم. كمان عندنا أداءات تمثيلية جبارة جدا من تيلدا سوينتون، بالإضافة للممثلين اللي عملوا دور كيفن على مدار مراحله العمرية المختلفة طبعا، خصوصا الممثل اللي عمل دوره وهو طفل، حقيقي أداؤه مرعب، بالإضافة طبعا لإزرا ميلر في دوره وهو شاب وكان متألق جدا كمان. فيلم يستحق جدا المشاهدة وهتشوفه بشكل مختلف جدا، خصوصا لو كنت أب أو أم، لأنه بيخليك تواجه تساؤلات صعبة عن دورك في حياة أولادك ومسؤولياتك تجاههم. وأكيد تقييمي للفيلم هو 9/10. مع الوصول للترشيح الثالث حاسس إنه في تيمة بشكل غير مقصود بدأت تطغى على ترشيحاتي، إنها كلها دراسة شخصية لأبطال بشكل أو بآخر مضطربين، بداية بالمجرم مرورا بالطفل وصولا لشخص مهووس بالشهرة لدرجة قاتلة. هذا الشخص هو بطل فيلم سكورسيزي المظلوم ذا كينج اوف كوميدي، واللي أحداثه بتحكي عن روبرت بوبكن، شاب للوهلة الأولى يظهر في قمة العقلانية وسط مجموعة مجانين شغل حياتهم الشاغل هو تتبع المشاهير والحصول على توقيعاتهم. لكن مش بناخد وقت كتير علشان نعرف إن كم الجنون الموجود فيه بيوازيهم كلهم، بل ممكن يكون أكتر شوية. روبرت هو كوميديان فاشل بيسعى بكل الطرق الممكنة إنه يحصل على قدر كبير من الشهرة. حياته بتتغير لما بيقابل مذيع مشهور علشان يطلب منه انه يساعده في انه يظهر في البرنامج بتاعه، ومع محاولة المذيع انه يتهرب منه بشكل لائق بيتحول روبرت علشان ياخد قرارات مختلة علشان يقدر يوصل لهدفه. يمكن ده واحد من أكتر التجارب الفريدة والمختلفة اللي قدمها مارتن سكورسيزي، تحديدا لأنه من بداية الفيلم هتحس إنه غريب شوية مقارنة بباقي أفلامه، خفيف أكتر، سلس ومباشر في تقديم رسائله عن هوس المجتمع بالشهرة ومحاولاتهم المستميتة في تحقيق النجاح وحيد المنظور اللي أصبحوا كلهم مقتنعين بيه، زائد صراعهم مع صعوبة الحصول على فرصة لجذب الانتباه بغض النظر عن مقدار الموهبة. لكن مع مرور الوقت بتبدأ الفكرة دي تتراجع شوية، لأنه أسلوبه المعهود المليان بلمحات الميل للعنف الوحشية والتوتر النفسي بيبدأ يظهر من خلال الشخصية اللي بيقرر انه يحطها في مركز الأحداث، بشكل معنوي أكتر منه مادي، لأنه بيعتمد على تصدير قدر ضخم من الاحتكار لتصرفات بطل المثيرة للإحراج أكتر من اعتماده على الشكل العادي للعنف. فبتبدأ مع مرور الأحداث تكتشف إن اللمسة الخفيفة اللي جذبك بيها ديت في الأول ما هي إلا سطح رقيق جدا بتداري وراها كم مش بسيط من الكآبة والسوداوية. عشان كده ده واحد من أكتر أفلامه عبقرية، وعبقريته بتتمثل في قدرته على التحكم في إيقاع فيلمه بالشكل المرن والسلس اللي ظهر بيه ده غير بقى كمان عنصر الغموض الحاضر معانا في الفيلم كله، لانه بيدخل عامل تخيلات بطلنا النرجسيه عن نفسه على خط الاحداث الاساسي، وده بيخلق نوع من انواع الفضول لتحديد فين مكان الحقيقه، وهل بطلنا فعلا شخص بالموهبه اللي بيدعيها ولا مجرد مختل. وده مش بيتم بشكل عشوائي وانما بطريقه منظمه وممتعه جدا، بجانب طبعا الاداء الاستثنائي لروبرت دينيرو في دور البطوله اللي عارف يجذب مني مشاعر غضب تجاه شخصيته بس من غير ما الفضول يقل لحظه في محاوله فهم تركيبته. فيلم مميز جدا، وبرضه هواجه صعوبة في الرجوع لمشاهدته مرة تانية لأنه متأكد إن قدر الرعب والألم المصاحب لإدراك الحقيقة هيكون غير محتمل. وتقييمي للفيلم هو 8.5/10. نطلع بقى من الأمراض النفسية اللي بتميز أبطال الأفلام اللي فاتت وناخد الموضوع لسكيل أكبر شوية بأحد الأمراض النفسية المنتشرة بقى في المجتمع بشكل عام، علشان تبقى تيمة الأمراض النفسية كملت وأبقى عملت اللي عليا. الفيلم هو دراما تحقيقات ومحاكم من إنتاج سنة 88، مقتبس من قصة حقيقية عن عائلة أسترالية مكونة من ليندي وزوجها مايكل وأولادهم الثلاثة، واللي بينهم طفلة مولودة حديثا. بتبدأ أحداثنا لما بينطلقوا في رحلة لأحد المناطق البرية للتخييم، وهناك وفي ظل سهوهم على الطفلة الصغيرة بتتقتل على إيد كلب بري في المنطقة، ويبقى الشاهد الوحيد على الواقعة دي هو ليندي الأم. بتنتهي الفجعة اللي مرت بالعيلة، لكن مع رجوعهم لبيتهم مرة تانية بيقابلوا حملة شرسة بيقودها الإعلام بتتهم ليندي إن هي اللي قتلت الطفلة، وبتحاول تنفي الجريمة عنها من خلال تلفيقها للكلب، علشان ننطلق في رحلة مع العيلة ديت في محاولة الخروج من الموقف اللي اتورطوا فيه. طبعا انا قلت ان الشاهد الوحيد على الحادثه هو الام، وده مش دقيق قوي لان الفيلم كان بيشاهدنا احنا كمان على الواقع من اول لحظه، وده خلاني احترمه جدا لانه كان في ايده يستغل نقطه الغموض الناتجه عن ما اذا كانت الام قتلت او لا، بس هو ما عملش كده وخلاه مخلص للدراما لاخر لحظه، وده نتج عنه تحفه فنيه بتناقش الغريزه الغريبه عند البشر دي المتمثله في سهوله اصدار الاحكام ومحاوله التشكيك في كل الروايات خاصه السهله منها بدون حتى محاوله التمعن في مدى بل والحكم على مجموعة معينة من البشر بالسجن في منطقة معينة بدون أدنى ذنب، غير إن روايتهم أو في حالة تانية آرائهم خالفت الرأي العام أو تحديدا الرأي اللي اختارت الأغلبية الاقتناع بيه. كمان بيظهر مدى قدرة الإعلام والصحافة على استثارة الوعي العام من خلال عناوين جذابة قصتنا كلها أصلا ما كانش حد هيلتفت ليها لولا تناول الصحافة ليها بشكل بيوجه اتهامات أكتر ما إنه بينقل خبر، وفيلمنا بياخدك حرفيا لقلب الشارع علشان يعرفك بتفاني وتفاصيل الطريقة اللي بتتنقل بيها الإشاعات دي بشكل واقعي
واقعي لحد ما تتحول لحقائق في قرار اخراجي جريء ورائع. لكن الاهم من ده كله ان حسيت ان الفيلم معمول علشان يقدم شويه احترام واعتذارات كتيره للعيله الحقيقيه اللي عاشت سنوات من العذاب والانتهاك قبل ما يتم اثبات براءتهم، وده من خلال اسلوب سرد جذاب جدا اعتمد على تناول الاتهامات اللي وجهت ليهم وللام تحديدا وتوضيح عدم صحتها بصبر كبير، وده نتج عنه رحله تحقيقات ممتعه جدا ومليانه بمشاهد المحاكم المثيره. يمكن ده نتج عنه شويه تراجع في الاهتمام بالشخصيات على حساب اكتمال شكل القصه، بس حتى النقطه دي بيتم التعامل معاها نسبيا من خلال الاداء التمثيلي العبقري العظيمه ميريل ستريب. ادائها في الفيلم ده واحد من اقرب الاداءات لقلبي لفكره ان الشخصيه الحقيقيه اتميزت بانها دايما جاده الملامح بلا تعبير، والمبهر قدره ستريب على اظهار حاله من الضعف والهشاشه والعذاب على الرغم من المظهر القوي اللي التزمت باظهاره طول الفيلم. فيلم مهم جدا وحقيقي يستحق المشاهده، وتقييمي له هو 9/10. طيب اعتقد كفايه كده النهارده، دي كانت كل حاجه عندي. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. اشكركم طبعا برايكم عن الافلام ديت لو شفتوها. انا محمود وسلام.